السلام عليكم، رمضان كريم، الله يدخل لكم بالصحة والسلامة ان شاء الله. اليوم غنتشارك معكم كاب كيك او مادلين اللي كيكونوا ناجحين اقتصاديين ومنفوخين. كيف ما كتشوفوا كنحتاجوا فقط كاس الا ربع ديال الحليب، كاس الا ربع ديال الزيت، وكاس الا ربع ديال سنيده، وواحد جوج خمارات فاني، وجوج بيضات، وواحد دانون ديال الفاني او البنان، وثلاثه الاكواب ديال الدقيق ديال العنبه اللي كيكونوا مغربلين. انا هنا البنات كندير المكونات كاملين الا الدقيق والخمارات، وكنخلط الخليط ديالي كامل من الاول. وكنضيفوا واحد القبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. فهاد لي كاب كيك البنات راه كيجيو ناجحين من اول تجربه وكينفعوا حتى للوليدات الصغار. كنخلطو يا اما بالخلاط اليدوي او الكهربائي صافي، وكنضيف الدقيق والخمارات. السر الاول من اسرار نجاح الكاب كيك هو ان الخليط خاصو يكون عندنا ثقيل. هنا كنستعمل واحد معلقه كبيره ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال الكوك، واحد قشور ديال حامضه او ليمونه محكوكين للتزيين، وشوكولاط حبيبات. هنا انا استعملت جوج كويغطات لان كانوا عندي خفاف. صافي كنستمر في وضع الخليط ديالي القليل منه، وكنضيف واحد شويه ديال مربى المشمش كيبقى اختياري، فهو كيعطي واحد النكهه جد رائعه كيف ما كتشوفوا. ملي كنكمل وضع المربى كنعاود نضيف القليل من الخليط من الفوق. فالبنات هاد العمليه ديال وضع المربى راه ما كيهبطش لتحت وما كيطلعش الفوق، يعني كيبقى الوسط. وكنزين بالخليط اللي درت، راه كيجيو غزالين. كنستمر هكذا حتى كنكمل نصف الخليط اللي عندي، والنصف الاخر كنضيف ليه ساشي ديال الكاكاو. وفي حاله ما الا بان لكم ثقيل بزاف كتضيفوا قليل من الحليب. كنوضع الخليط كنزينو بحبيبات الشوكولاط. ومن ضمن الاسرار هو انك تدخليه للثلاجه مده ديال 20 دقيقه او المجمد مده 10 دقائق. يعني كاينين جوج الاسرار، السر الاول ان الخليط يكون ثقيل، والسر الثاني انه يدخل الثلاجه. ومباشره كنديروه في الفرن اللي كيكون ساخن على درجه حراره 180، ويكون شاعل من الفوق ومن التحت مده ديال 30 دقيقه. وهذه هي النتيجه النهائيه. كيجيو منفوخين مهوين وكيجيو ناجحين البنات، والمذاق رائع. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وخليو جيم واشتركوا في القناه، وبالصحه والراحه.